واحد من الدكور الكبار اللي عنده كيس خاصيتين كبير كان بيجري ورايا. انا باخذ شنطتي. الحاجه دي ريحتها وحشه جدا يا راجل، نوع من المغذيات. البنية دي جامدة جدا. احنا محتاجين نطلع القرود دي من هناك. مش هكذب عليك، انا متوتر شويه، وكمان تقدر تاكل الجزء اللي جوه الحاجات دي. بص كده يا راجل، انا بطلع كل اللي جواها. يا نهار ابيض يا راجل. يا جماعه احنا وصلنا واحده من اجمل الشواطئ الاستوائيه هنا في اندونيسيا دلوقتي، ولمده 24 ساعه جايه يا جماعه. انا هعيش بس بسكيني والصوام بتاعي، ده كل اللي معايا، دي كل الموارد اللي عندنا. الخطة يا جماعة اننا هنحاول نعيش على الشاطئ ده كام يوم جايين. عندنا رملة بيضة جميلة ومية زرقاء قدامنا، وفوق هناك في خضرة كتير وجميلة. الموضوع فعلا رهيب يا جماعة. هوريكم بالظبط ايه كمان معايا في الشنطة عشان اثبت لكم اني مش بغش ولا حاجة. طيب معانا ايه؟ معانا الدرون هنا، دي مش هتفيدني بأي حاجة خالص. معانا كاميرا جو برو، ومعانا بطاريات جو برو. مفيش أي حاجة تانية في الشنطة. أنا عايز أختبر نفسي النهاردة وأشوف إذا كنت أقدر أعيش من غير أي حاجة خالص غير الحاجات اللي معايا دي بس. اللي هنبدأ نعمله دلوقتي هو إننا نستكشف الساحل ده. لازم نلاقي مأوى، لازم نلاقي مية، ولازم كمان نصنع أي نوع من السلاح بعدين عشان نقدر نصطاد أكل، لأن مش هسيب الشاطئ ده غير بكرة الصبح. تمام، التحدي ابتدى. احنا على الشاطئ ده كام يوم جايين، وكل اللي معانا هو السكينة وقطعة الحديد بتاعتنا. ده الحاجة الوحيدة اللي هتساعدنا هنا دلوقتي. فأنا بفكر أبدأ أستكشف الشاطئ ده عشان أشوف بالظبط إيه اللي حوالينا، أشوف لو نقدر نلاقي أي موارد طبيعية أو حاجة تساعدنا نبني مأوى في البداية. أظن ده خطة كويسة، يمكن نلاقي سمك طالع على الشاطئ أو أي حاجة، مش عارف. يلا نبدأ نستكشف ونشوف هنلاقي إيه. طيب مش هكدب عليكم يا جماعة، أنا فعلا قلقان. كل اللي معانا سكينة وقضيب إشعال بس، ده كل اللي معانا، فمش عارف إزاي هنلاقي أكل أصلا. هنحاول نبني أي نوع من المأوى، ومش عارف إزاي هنلاقي مية عذبة، بس إحنا هنا للأيام الجاية. هنحاول نخليها تمشي بأي طريقة. يلا نكمل استكشاف. بصوا على ده يا جماعة، ده شكله طائر ميت أو حاجة زي كده. ده ريحته وحشة جدا يا راجل، ده راسه هناك، اللي هناك ده طائر ميت لقيناه. ده بقاله كتير قوي ميت، ما ينفعش يتاكل. مستحيل اقدر اخد اي لحمه من الطائر ده. بص على رجليه يا راجل، ريحته وحشه جدا. يا رب تكون مرتاح في الجنه يا راجل. تمام يلا نكمل. بص على ده، اكيد نقدر نستخدم ده يا شقيان. بص على ده، اكيد احطه في الشنطه ده اكيد. لسه لاقيين حبل ممكن نستخدمه عشان نربط بيه اي هيكل. انا عايز ابني هيكل جامد جدا النهارده يا جماعه، حاجه نقدر ننام فيها كذا ليله لو احتاجنا، وده هيكون مفيد جدا جدا. ييها يا نهار ابيض يا راجل. بصوا هنا يا جماعه، دي سمكه نفاخه ميته، ريحته وحشه جدا. تقدروا تشوفوا الدود كله هنا. بصوا على اسنانه، الحاجه دي ريحتها فظيعه يا راجل. بصوا على ده كده، يا سلام، دي سمكه نفاخه ميته. عندنا خشب كتير ورا، وكمان عندنا الجزء البارز الطبيعي ده هنا. اكيد نقدر نستخدم شويه من الخشب ده عشان نبني اي نوع من المأوى. احنا هنقعد هنا الايام الجايه، فانا مش عايز اتعرض للجفاف ولا لضربه شمس. زي ما انت شايف هنا، لقيت قطعه طويله ومستقيمه من البامبو ركبتها في الشجره دي هنا. اللي عايز اعمله اني استخدم دي كعرض عرضيه، وبعد كده نقدر ننظف كل المنطقه دي هنا. تمام، لسه لاقي قطعه طويله من البامبو وفيها شكل حرف واي كويس، وكمان شكلها متينه جدا، فاعتقد فعلا نقدر نستخدمها لتدعيم الهيكل اللي ورايا. انا لسه دعمت العرضه العرضيه دي دلوقتي، هي اصلا متينه جدا، بس اللي هعمله اني هستخدم شويه من الحاجات دي هنا. في كميه كبيره من الحبال القديمه، وكل حاجه لقيناها على الشاطئ. هستخدم ده علشان اربط كل الاطراف وكل حاجه عشان تبقى متينه جدا. البنيه دي هتبقى جامده جدا يا راجل. انا شايف ان ده هيبقى بيت حقيقي نقدر ننام فيه كذا يوم 100%. انا متحمس جدا. ده مثالي جدا يا راجل، تقدر تشوفها بتكون قدامك دلوقتي. احنا عملنا اساس جامد جدا. اظن ان دي واحده من احسن البنايات اللي عملتها في حياتي يا راجل. بص على ده، انا تقريبا اقدر اقف جواه. بالنسبه لي ده جنان فعلا. عاده انا بعمل حاجه اقدر اتمدد تحتها وخلاص. البنايه دي جامده جدا، لازم نكمل ويبني عليها اكتر. الموضوع بياخد وقت، لازم تفضل تبني وتبني وتبني، بس هتبقى جامده جدا وانا نايم فيها النهارده بالليل. تمام، البنايه دي بتاخد وقت طويل وانا بستهلك طاقه كبيره.
أنا بدأت أتعب، فلازم ألاقي طريقة أجيب بيها مية. دلوقتي عندنا مد عالي جدا، ومع مرور اليوم المية هتبدأ تنزل والبرك الصخرية هتبان، ودي تقريبا أحسن فرصة لينا نلاقي أكل. يا ساتر، بص عليها، دي واحدة من أجمل البنايات اللي عملتها في حياتي. مش هتصدقوا يا جماعة، أنا كنت فعلا بنظف المكان بتاعنا. بصوا كده، كنت بشيل كل التراب والحاجات دي، وبصوا عليها. دخلنا هنا وكده تقريبا عندنا شوية فل، بس ده مش اللي مخليني متحمس. بصوا ايه اللي بيطلع جوه اللي بنيناه. في واحدة صغيرة هنا أظنها حشيشة، دي اسمها سي بارسلين، فعلا ممكن تاكلها. دي هتبقى سناك بعد ما نخلص بناء الملجأ بتاعنا. دي حاجة هتديني شوية طاقة. بص عليها كده، تقدر تشوفها هنا. ده شكلها هنا، تقدروا تشوفوا يا جماعة، هي هناك. هي فيها شوية رمل ومالحة جدا، بس فيها نوع من المغذيات. تمام يا جماعة، ده البيت، تقدروا تشوفوا. شوفوا اللي عاملينه ده جامد قد ايه. يلا. بصراحة المكان هنا حلو جدا جدا يا راجل، يمكن محتاج يتعمى شوية كمان، بس فعلا بيدي شوية ظل. زي ما انت شايف المكان هنا أحسن بكتير من بره، ده أكيد. وزي ما انتم شايفين أنا سايح حرق دلوقتي. الدنيا حر جدا بره، فاستنى شوية هنا واستمتع بالمأوى ده. ده جامد جدا يا راجل، بص كده، احنا تقريبا نقدر نقف فيه. ده فعلا جنان. احنا دلوقتي هنسيب المأوى ورا، يلا ناخد الشنطة. تمام، احنا خارجين من هنا. لازم تشوف اذا كنا نقدر نلاقي اي حاجة فيها مية. في جوز هند قديم كتير زي ما انت شايف، بس مش شايف ان هيكون في اي مية في اي واحدة من دول. تعال نشوف. لا، معظم دول بايظين. جوز الهند كان هيبقى مصدر ممتاز للمية هنا دلوقتي، بس مش شايف اننا هنلاقي واحد على الشاطئ ده. زي ما انتم شايفين مفيش فعلا اي شجر جوز هند هنا. معظم جوز الهند اللي بيطلع هنا على الشاطئ ده بيكون عشان كان عايم في البحر، وبيكون بايظ تقريبا لما بيقعد هناك كل المدة دي. فانا شايف اننا لازم نحاول نلاقي طريقة تانية عشان نجيب مية، يا اما نلاقي نبع او اي حاجة تخلينا نقدر نحول المية المالحة لمية عذبة. لازم نلاقي اي نوع من السوائل. يلا تمام، ده هيساعدنا. شايف ايه؟ دي ازازة زجاج هنا، دي فعلا هتفيدنا. لازم نلاقي واحدة تانية زيها. اظن لقينا ذهب. بص على ده، بص قد ايه الحاجة دي قديمة ومغبرة. يا راجل، الحاجة دي ممكن نستخدمها، بس محتاجين ننضفها. تمام، زي ما انتم شايفين احنا نضفنا الازازات دي. دلوقتي هنستخدم الحاجة دي هنا عشان نحول مية البحر لمية شرب عذبة. اللي عايز اعمله دلوقتي ان املى الازازة الكبيرة زي ما انتم شايفين كده. عايز املأها نصها بمية البحر المالحة دي، وبعدين هنولع نار. يلا نملى الازازة دي. يا جماعة شوفوا كده، كنت راجع للمعسكر دلوقتي. شايفين الازازة دي هنا؟ ده قنديل بحر ازرق. الجزء اللي تحت الازازة ده لو اتلدغت منه هتتوجع جامد. اللي ممكن تعمله فعلا هو انك تلمس الفقاعة، وكمان ممكن تعمل كده فعلا. ممكن تفرقعها كده على طول، وكده خلاص الموضوع انتهى. مش هيقدر يعوم في الطيارات ويلسع الناس تاني. ايه ده؟ بصوا كده، انا كنت راجع للمعسكر. بصوا الكابوريا دي مشعرة ازاي يا جماعة. الكابوريا دي مشعرة جدا، شايفين كده؟ مفيش فيها اي عناصر غذائية تقريبا. دي مجرد القيش العباسي يا صاحبي. ايوه، دي ما كانتش صالحة للاكل. ده سمكة نفيخة. الحاجات دي فيها سم كفاية يقتل 30 بني آدم بالغ. دلوقتي هو ميت. هو غالبا لسه شايل شوية سم جواه، بس ما ينفعش اكله ولا اعمل بيه اي حاجة. بحاول امشي بحذر عشان ما يتشكشنيش. اوه، احنا محتاجين نولع نار عشان نطبخ. النار دي هتساعدنا نحول زجاجات المية لمية صالحة للشرب. مش هكدب عليك، انا فعلا عندي جفاف شديد جدا 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 دلوقتي. انا محتاج المية دي ضروري. مش هتصدقوا اللي حصل. انا كنت رايح اجيب شوية حطب زيادة ولقيت قرود هجمت على المعسكر بتاعي يا صاحبي. بص على الكلاب. كنت فاكر ان هم هيسرقوا كل معدات الكاميرا بتاعتي. بص عليه، هو بيحاول يخوفني. بص عليه يا صاحبي، بص عليه. ابعد عني يا صاحبي. اوه، هما بيحاولوا يهاجموني. تمام، انا هاخد شنطتي. بص عليه، هو بيحاول يهاجمني. تمام، احنا بنديله مساحة. احنا بنتهاجم من قرود هنا يا صاحبي.
انت بتهزر دلوقتي؟ تمام، اظن لما القرود دي تدرك اني فعلا ما عنديش اي حاجه اقدمها لهم المفروض يسيبونا في حالنا. مش عارف ليه في حوالي 20 قرد محوطين الكامب بتاعنا دلوقتي. واحد من الذكور الكبار اللي عنده كيس كبير كان جاي ورايا، هو جاي علي. بص عليه، بص عليه، هو جاي عليا. ابعد عني يا صاحبي. احلى احساس في الدنيا لما تقعد 3-4 ساعات تبني معسكر وفي الاخر يجي شويه قرود هنا في اندونيسيا ويسرقوه منك. يا نهار ابيض. تمام، انا هروح اجيب ازاجات الميه بتاعتنا ونمشي من هنا ونسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه شويه، وبعدين لازم نحاول نرجع للمعسكر بعدين عشان ننام هنا لان ما عندناش مكان تاني نروح له. تقدر تشوفهم كلهم على الشاطئ ورايا، لازم نطلعهم كلهم من هنا. خدي. انا مش عايز اتشاجر مع قرد مع اني فعلا اكبر منه في الحجم. بس يا راجل الحاجات دي سريعه جدا وعندهم فكاك قويه بجد. طيب في المرحله دي احنا ما بقاش عندنا معسكر يا جماعه، احنا هننام على الشاطئ المفتوح عشان القرود دي تقريبا سيطرت على معسكرنا بالكامل. انت بتهزر؟ انا قضيت ساعات في ده. ده فعلا شيء محبط بس في نفس الوقت الموضوع مضحك شويه. طيب انا بجمع شويه حطب صغير للاشعال عشان خسرنا كله بسبب القرود. مش هكدب عليكم، احنا رجعنا في الشمس دلوقتي. لو الموضوع وصل لكده بعد الظهر ده ممكن الاقي نفسي داخل حرب مع القرود دي. ممكن نحتاج نسترجع مكان التخييم بتاعنا. مش عارف اذا كنت اقدر انام هنا على الشاطئ المفتوح ده. عايز احط الميه دي على النار، بعدين لازم نبني اي نوع من سلاح ونروح ندور على اكل، وبعدين لازم نحارب القرود دي شويه، بعدين عشان لازم نسترجع مكان التخييم بتاعنا. مستحيل الكلاب دي تاخد كل اللي بنيته. ده مش هيحصل. اكيد انتوا مستغربين وبتقولوا يعني خلاص خوفهم ويمشوا، الموضوع سهل. يا جماعه في حوالي 20 قرد كانوا محاوطيني لما رجعت اخد شنطتي بعد ما جمعت خشب. مستحيل اواجه 20 قرد لوحدي. ده فعلا كانه كوكب الورود في الحقيقه دلوقتي انا مش مهتم باي حاجه تانية. كل اللي يهمني باشعل النار دي عشان نقدر نحول الميه المالحه لميه عذبه. يلا بينا نبدا، عندنا شويه مواد اشعال ممتازه هنا، يلا نشعلها. قدرنا نشعلها، لازم ابنيها واحده واحده وببطء. تمام، اشتغلت معانا. ايوه النار شغاله دلوقتي يا جماعه. ايوه احنا راجعين بقوه. انت يا قرود طب فيكم يا جماعه. شايف مفيش فرق، خسرنا مكان التخييم بتاعنا بس لسه قدرنا نولع نار. احنا لسه عايشين ولسه قادرين نكمل يا باشا. زي ما انت شايف النار شغاله دلوقتي، عندنا اجازه الميه هنا ومعانا واحده اصغر. اللي هعمله دلوقتي ان احط دي على النار. عايز احط الزجاجه دي على جنبها واوصل الاطراف ببعض كده. ده هيسخن ويعمل تبخر والبخار هينتقل للزجاجه التانيه. زي ما انت شايف النار مولعه جنب الزجاجه دي بالظبط كده، هي بتسخن وزي ما انت شايف التبخر ابتدى يحصل فعلا. اظن هنطلع شويه ميه عذبه يا باشا. ايوه خطه الهجوم، عندنا ملجأ القرد استولوا عليه، بس انا عايز الاقي حاجه اقدر استخدمها كسلاح. يا رب نقدر نصنع رمح او اي حاجه شبه كده. انا بس عايز استكشف الشاطئ. لازم نصنع سلاح عشان نقدر نسترجع الملجأ بتاعنا بعدين شويه. وكمان نفسي الاقي اي نوع اكل النهارده بعد الظهر. يا نهار ابيض يا جماعه، بصوا على ده. مش عارف اذا كنتوا تعرفوا ايه ده اللي هنا؟ ده صبار التين الشوكي زي ما انتوا شايفين. غريب جدا انه بينمو على الشاطئ ده هنا. ده نوع من انواع الصبار، بس فعلا تقدر. بص كده انا لسه دايس على الصبار يا راجل. يا سلام، بص كده اطلع من رجلي. اطلع من رجلي. انا لسه دايس على الصبار ده، شايف ده؟ دي الفاكهه اللي بتطلع على التين الشوكي. دلوقتي اللي هعمله اني فعلا هقطع دي حالا. عايز بس اقطع دي من غير اهو كده. دي الفاكهه بتاعه التين الشوكي، ممكن فعلا ناكلها بس صعب تشوفها، فيها شعيرات صغيره قوي على القشره من بره، ولو الشعرات دي دخلت في جلدك هتفضل تحككك لايام. فهحاول افتحها من النص كده بالظبط. تمام زي ما انتم شايفين انا فتحتها من النص هنا. في شويه رمل جواها بس هحاول اكل الجزء اللي جواها. يا سلام، ده طعمه جامد جدا. بص على ده. صعب قوي اشرح طعمه عامل ازاي. اعتقد اقرب حاجه ليه ممكن تكون زي فاكهه التنين. طعمه كده خفيف جدا وبسيط.
بصراحة هو فعلا جميل جدا جدا. التين الشوكي ده كان جامد جدا. بس انا عايز الاقي حاجه نقدر نشكلها ونحولها لسلاح من اي نوع، عشان عايز اطلع اصطاد شويه بعدين. فخلينا نكمل استكشاف، نشوف لو نقدر نلاقي حاجه نقدر نحولها لسلاح. يلا بينا. بص على ده يا جامد. ده هناك هو قطعه بامبو مثاليه. هنستخدم قطعه البامبو دي، هنصنع رمح من القطعه الجامده دي زي ما انت شايف هنا. ويا رب نقدر نرجع ملجأنا من القرود دي ونلاقي اكل. دي الخطه عموما. احنا رجعنا للمعسكر. لا ده مش كويس. زي ما انت شايف دي سخنت جامد. يا رب يكون لسه في شوية مية جواها. تعال نشوف. شايف الزجاجة الرئيسية بتاعتنا هنا متشققة؟ نشوف كده لو في مية نظيفة. واو بص كده يا باشا. مش عارف اذا كنتوا شايفين ده ولا لا. عندنا شوية مية عذبة هنا. طيب اظنها مية عذبة. يلا نجرب. يا رب تطلع مش مالحة. دي مية نظيفة. حولنا المية المالحة لمية عذبة هنا. انتوا بتهزروا؟ بصوا كده. تمام. دي شوية مية ممكن نشربهم. فيها شوية شوائب بس هي مية عذبة. طعمه فيه نكهة مدخنة كده زي نكهة دخان الفحم، بس في الحقيقة طعمه حلو جدا. هسيب الباقي يا جماعة. ما ينفعش نشربه كله، بس الكمية دي كفاية تنظف باقي وتخليني أحس بإحساس حلو جدا. أنا تقريبا قطعت طرف عصاية البامبو دي هناك. ودلوقتي عندي الطرف ده هنا اللي نقدر نعمل منه اي حاجة احنا عايزينها. انا شقيت طرف عصاية البامبو دي هنا. اللي عايز اعمله دلوقتي اني امسك الفروع الصغيرة دي واحاول ادخلها مباشرة في المكان اللي شقيت فيه البامبو. لازم اخد بالي هنا عشان ما اشقش عصاية البامبو كلها. تمام جا الوقت اشحذ القطعة دي. ياه دي حادة. بص كده يا باشا. احنا شحذناه القطعة دي. بقت شبه سلاح شوية يا راجل. دي حادة جدا جدا فعلا. فبصراحة أنا واثق جدا إن دي ممكن تصطاد حيوانات بسهولة 100%. بس الأول لازم نجيب الشنطة. لازم نرجع لمكان التخييم بتاعنا. لازم نطلع القرود دي من هناك عشان ده المكان اللي هنبات فيه النهاردة. يا راجل لازم نصطاد القرود. ده أول حاجة. وتاني حاجة يلا ندور على أكل. يلا بينا. يا رب القرود دي ما تكونش هنا. معايا الرمح بتاعي لو كانوا هنا، وممكن نضطر ندافع عن نفسنا. هو ده المكان. فين الكلاب؟ هم حوالينا؟ مش هكدب عليك أنا متوتر شوية. تمام مش شايف النوم هنا. احنا رجعنا للمأوى بتاعنا يا جماعة. يا ساتر. ولسه عندنا كل مواد الإشعال وأدوات النار بتاعتنا. ده المكان اللي كانوا فيه قبل كده. شكله كده استرجعنا موقع التخييم بتاعنا الليلة. استرجعنا المأوى بتاعنا. والرمح بتاعنا هنا. عايز اشوف لو نقدر نلاقي اكل بسرعه نحطه على النار عشان ما عندناش وقت كتير قبل ما الليل يجي. يلا ناخد الرمح بتاعنا. يلا نصطاد. مش هسيب شنطتي ورايا مستحيل، عشان القرود دي هتمزقها وتاخد كل اللي جواها. جه وقت الصيد. شايف المد ده نزل جامد. في صخور كتير باينه دلوقتي. ان شاء الله يكون في حيوانات محبوسه هنا نقدر نصطادها بسرعه. ما فيش ضوء شمس كتير باقي. لازم نحاول نلاقي أكل بسرعة. أنا بدور على أي حاجة أقدر أصطادها بالرمح ده دلوقتي. لسه شايف كم سمكة انجرز في البرك دي، فهعدي دلوقتي. نشوف لو نقدر نلاقي حاجة نصطادها بالرمح ده. زي ما انتوا شايفين مفيش ضوء كتير باقي، فدلوقتي باخد أي حاجة ألاقيها. إيه ده؟ ما تقوليش إنه لقينا خيار بحر يا راجل. أحطه في جيبي ورا احتياطي لو ما قدرناش نلاقي أكل. هنقدر نحط خيار البحر ده على النار. هحطه في جيبي ورا. في سرب سمك هناك. انا خلينا اشوف لو اقدر اسمعهم. هتبقى محاولة صعبة شوية. هم هناك على الحافة. لا اظن فاتوني. احنا محتاجينهم. فاكنا. الرمح ده عشان معمول من الخيزران مش بيخترق المية خالص. زي ما انتوا شايفين في مية كتير ماشية على الضفة دي دلوقتي. ده مخلي صيد اي حاجة للاكل شبه مستحيل. الوضع هنا صعب جدا. في شوية سمك صغير في البرك اللي ورايا دي. بحاول اجيبهم. هم بيتحركوا بسرعة حوالين المكان. صعب اشوفهم. هحاول اشيل قنفذ البحر ده من على الصخرة هنا. اهو كده. بص على ده. جبنا قنفذ بحر. تمام احنا فعلا نقدر ناكل قنفذ البحر ده. هنفتحه وانت فعلا تقدر تاكل اللي جواه. الغدد التناسلية اللي جواه دي. احنا بقينا في وضعية البحث عن الاكل فعلا دلوقتي. جبنا قنفذ البحر ده وكمان معايا خيار البحر في جيبي الوراني.
ده اللي هنتعشى بيه يا باشا. النور بيقل دلوقتي فلازم نرجع للمعسكر بسرعة وهنجهز الأكل ده على النار. مش عايز اطبخ في الضلمه ولا جاهز كل حاجه في الضلمه. انا هولع النار دلوقتي. وكمان معانا المأكولات البحريه هنا. زي ما انتوا شايفين هنا في خيار بحر. اللي انا عايز اعمله مش هتعب نفسي واحطه على النار دي بس علشان الدفا النهارده بالليل. ها هي النار اشتغلت. تمام، انا هقسم خيار البحر ده. بص كده يا صاحبي، انا بطلع كل الاخشاب من خيار البحر ده. زي ما انت شايف ده خيار البحر بتاعنا ني ولسه ما اتطبخش. يلا نجربه يا باشا. لا، الطعم مش وحش قوي. هي بس ناشفة جدا يا صاحبي، طعمها كأني باكل كاوتش، بس هي وقود هيدينا طاقة ونكمل. زي ما انتوا سامعين لسه فاتحين قنفذ البحر ده. هجربها بسرعه كده. احنا تقريبا النور خلاص بيخلص. احنا خلاص داخلين على الليل يا حبيبتي. يمكن يكون صعب تلاحظ على قنفذ البحر ده، بس شايف الجزء البرتقالي الصغير ده هو الجزء اللي باكله، وده هو المناسل. بصراحه طعمه حلو قوي يا راجل. بصراحة مش مضايقني خالص. ده أحسن بكتير من خيار البحر. هديها له 6 أو 7 من 10. هكون بكذب عليكم لو قلت اني حاسس بالشبع بعد الاكله دي، بس على الاقل اكل حاجه. مش عارف بصراحه، موضوع خيار البحر ده كان غريب جدا. كان طعمه حامض كده، بس انا مركز اني افضل ازود النار دي بالحطب. هتدفيني طول الليل. هشوفكم الصبح بدري إن شاء الله. طيب يا جماعة، أنا تقريبا نمت ساعة أو ساعتين وصحيت ومش قادر أشعل النار تاني، فرجعت المكان التخييم بتاعنا. معايا الرمح معايا. كل اللي بتمناه إن القرود دي ما تظهرش. يا ساتر يا راجل، دي كانت واحدة من أصعب الليالي اللي عدت عليا، بس الملجأ بتاعنا صامت. يا راجل بطني مش مرتاحة بعد خيار البحر اللي كلته امبارح بالليل. احنا نجينا من غير أكل، من غير مية، ومن غير مأوى على الساحل البعيد ده هنا في إندونيسيا. من فضلكم ورونا دعمكم، اعملوا لايك وسبسكرايب، وأنا خارج من المكان ده.